السلام عليكم ورحمة الله أعزائي المشاهدين في كل مكان، أصحابكم عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن طريق تطبيق الفيسبوك في بث مباشر على صفحتي الشخصية تامر ابن منسي. حينما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى أوحى إليه ربه: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى. قال له: يا ربي إنك عذبت قوما بالمسخ وقوما بالخسف، فماذا أنت فاعل بأمتي؟ قال له: أنزل رحمتي عليهم وأبدل سيئاتهم حسنات وأستر على العصاة منهم، ومن دعاني أجبته ومن سألني أعطيته ومن توكل علي كفيته. يا محمد أشفعك فيهم وأشفعك فيهم. يا محمد إذا كنت أنا الرحيم وأنت الشفيع فكيف تضيع أمتك بين الرحيم والشفيع؟ صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل عام وأنتم بخير أعزائي المشاهدين بمناسبة المولد النبوي الشريف، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. طلعت أحد أنا إن شاء الله رب العالمين زي ما بقول كل مرة أحاول على قد ما أقدر أتكلم كلمة موجزة. طلعت في أحد الفيديوهات عن طريق موقع اليوتيوب لمرشح الرئاسة السيد أحمد طنطاوي، وهو يتكلم عن الديمقراطية ويتكلم عن أن هناك فشل في الدولة المصرية، ويتكلم كأنه سوبرمان العالم والمنقذ، ده على أساس أن مصر فيها والعياذ بالله دمار شامل. السيد أحمد طنطاوي يا سيدي يا عزيزي المشاهد ويا سيدي الفاضل، سيد أحمد طنطاوي نسي متناسيا أن الديمقراطية تتفاوت من مجتمع إلى مجتمع. أنت دلوقتي بتكلمني عن الديمقراطية يا أحمد طنطاوي، وبتكلمني عن الحياة السياسية بتعددياتها، تعدد الحياة السياسية والنظام السياسي. ألا تعلم أن الديمقراطية يا أخ أحمد هي تتفاوت من مجتمع إلى مجتمع؟ مش كل مجتمع الديمقراطية فيه. هي الديمقراطية أولا في الغالب الأعم لازم يكون أي شعب في العالم لديه من الثقافة الكافية حتى يصل إلى الديمقراطية الكاملة. أما الشعوب التي تنقصها من الثقافة فهي تختلف الديمقراطية فيها من شعب إلى شعب آخر. دي رقم واحد. رقم اتنين، يعني احنا بلاش نفضل كل شويه نطلع نتهم الدوله بالفشل ونتهم الدوله. اللي احنا فيه دلوقتي ايا كانت الثغرات اللي احنا فيها، او هنقول زي ما انت بتقول كده، هناك بعض المؤسسات اللي فيها فساد كتير والفساد اللي منتشر. الكلام ده كله ليس هو وليد سنه ولا 2 ولا 5 ولا 6 ولا 7، لا، الفساد ده وليد اكتر من 30-40 سنه. يعني زي ما قال قبل كده الرئيس لما طلع وقال هي مصر كانت عباره عن كهن، يعني انا استلمتها ودي حقيقه والله، انا بتكلم بما يرضي الله. ده ميراث اللي احنا فيه دلوقتي، ده عباره عن ميراث ورثناه من الفشل على مدار 4 عقود من الزمان. كانوا لرؤساء طبعا كان على راسهم الحقبه المريره اللي احنا عشناها 30 سنه بتوع مبارك ونظامه. هو من قصر بدايه عهد مبارك او في عهد مبارك الفساد كله وصل الى اوجه، وحتى زي ما قلت قبل كده في احد الحلقات ان تم زي ما كنا بنقول تزاوج السلطه والمال، لدرجه ان بعض الناس اللي حاصلين على الثانويه العامه او راسبين ثانويه عامه تم تقليدهم احد الوزارات وبقوا وزراء في وزارات مبارك ونظامه. فطبعا انت دلوقتي بتشيل المسؤوليه الكامله، المرشح الرئاسي اللي هو المحتمل بيشيل المسؤوليه الكامله للنظام اللي موجود حاليا. النظام اللي موجود حاليا لا يتحمل المسؤوليه بمفرده يا سيد احمد. النظام الموجود حاليا خد البلد، كانت هناك جماعه فاشيه مسيطره ومهيمنه على مقدرات الامور. الجماعه دي ان توغلت اكثر من اللازم في حكم مصر،
كان الأمر بيد الله سبحانه وتعالى لنا وللشعب وللدولة المصرية جميعها. لم نكن الآن نجلس في هذه الأماكن ولم نتكلم، أنا زي ما بقول بتكلم بحريتي. دي رقم واحد. رقم اتنين زي ما قلت ان قبل كل شيء لازم يكون في دراسه وافيه وكامله عن الحكم وعن النظام اللي موجود في الدوله وعن كل شيء يخص الدوله المصريه في جميع النواحي الاقتصاديه الاجتماعيه، النواحي السياسيه، النواحي الاجتماعيه، كل الامور اللي بتخص الدوله تكون انت دارسها دراسه كامله ووافيه. اما ان احنا بنطلع نتكلم عشان ناخد اللقطه او ناخد الشو الاعلامي فده كلام ما يصحش. مصر فتره جماعه الفاشيه الحكم فتره الحكم السنه اللي قعدوها اهدروا مليارات الدولارات داخل الدوله المصريه في امور لا تمت لمصر ولا تنهض بالاقتصاد المصري في اي شيء، بل هي امور كانت تخص جماعاتهم واهوائهم واهدافهم. دي كانت السنه دي انا من وجهه نظري هي سنه تقدر فساد ب10 سنين من فساد مبارك، السنه اللي هم قعدوها في الحكم. نظام جماعه قالت احنا وبس، مفيش حد تاني معانا، ومن ليس معنا فهو علينا. دي ده طبعا الله يخليك الله يخليك، ده طبعا ده من وجهه نظري الشخصيه المتواضعه. اما نتكلم على العهد اللي فات ونتكلم على العهد اللي موجودين دلوقتي فيه، احنا كل ما في الامر في اللي احنا فيه دلوقتي، احنا كل المشاريع الكبرى والعملاقه اللي احنا عملناها احنا ما عملناش اي شيء كان ضد مصلحه الشعب او ضد مصلحه الوطن او النظام حط الفلوس دي في جيبه. زي ما قلت انا بقول بما يرضي الله، انا شايف ان كل الفلوس اتحطت في مشاريع لصالح الدوله ولمصلحه الشعب، ولكن ان شاء الله ثمارها قريب جدا ان شاء الله هتؤتي. وانا كنت بتكلم على الثمار، ان لم يكن لنا نصيب في هذه الثمار ان شاء الله يكون لاولادنا واحفادنا باذن الله رب العالمين. فيا ريت انت كل ما بتطلع تتكلم انت دايما بتنتهك النظام، ان على اساس ان احنا نظام شيطاني ونظام كم من الافواه وكم من الاراء وكم زي ما انت اتكلمت على الايديولوجيات الفكر الايديولوجي واتكلمت على الانتماءات الايديولوجيه. طبعا انت بتتكلم على الانتماء الايديولوجي وبتتكلم على طبعا يا سيدي لما نكون بنتكلم على الانتماءات الايديولوجيات دي للافكار والعقائد اللي بتخص مجموعه معينه في المجتمع، هذه الافكار والعقائد قد تكون افكار هدامه، قد تكون افكار ارهابيه، قد تكون افراد تضر بمصلحه المجتمع. وهذه الافكار طبعا في الافكار الهدامه والافكار اللي بتهدم المجتمع والافكار اللي بتضر بالمواطنين وبالشعب لازم الدوله تتصدى ليها بكل حزم وبكل قوه. هتقول لي ان هو ما بتفرضش الراي والكلام ده كله وحاجه ماشي يا سيدي مفيش مشكله، انا مش هفرض رايي عليك واللي بيمتلك هذا الفكر مش هيفرض رايي، ولكن هناك طريقه فرض الراي بالطريق الايه ان كان لم يكن طريق ايجابي قد يكون فرض الراي بالطريق السلبي. يعني ايه بالطريق السلبي؟ بالطريق ان انا لما اكون شايفك بتعمل حاجه وراجل بستغل حاجتك الفكريه الضعيفه، بستغل ثقافتك القليله وببدا ان انا العب في ثقافتك وفي دماغك وببدا اقول لك ما بقولكش ما وعدش بقول لك الصح، ولكن بفرض عليك طريقه فكري بنصحك بيها، وهذه طريقه ليست ان انا ما بدكش بيها امر، ولكن انا بكلمك عادي جدا وفي وسط الكلام زي ما بنقول السم في العسل، فبقول لك رايي وبقول لك فكري، وانا بستغل ده كله طبعا استغلال للحاجه الفكريه اللي انت بتنقصك وثقافتك القليله، وده طبعا اهالينا ناس كتير قوي نفس الكلام دون وبنستغل النقطه دي فيهم. فالفكر الايديولوجي اذا كان فكر ارهابي، اذا كان فكر بيضر بمصلحه المجتمع، اذا كان فكر بيفرض بالطريق بيفرض على الشعب او بيفرض على الناس بطريقه ايا كانت طريقه الفرضيه بتاعته، فهنا يجب ان تتصدى له الدوله. اما حته حبساء الراي، انا من وجهه نظري ان لن يكون هناك احد، انا صاحب راي هو بقوله بحريه، انتقدت وزاره الداخليه وبنتقد في مدير الامن وبنتقد في اسلوب وزاره طبقا للقانون والدستور، وبنتقد في اي وبحارب فساد زي ما الدوله بدات تحارب فساد. فاي واحد صدقني هيكون له راي ايجابي، راي لا يهدم الدوله معاه وكل قيادات الدوله المحترمين معاه. اما ان في عندنا سجين راي، هذا ليس سجين براي، وانما هو سجين لانه يحيك المؤامرات ضد الدوله عن طريق الايديولوجيات الفكريه المعقده
نفسيا لدى هذا الذي يدعو عن طريق هذه الايديولوجيه، او عن طريق فرض هذه الايديولوجيه من جماعه صغيره على الراي وعلى جماعه كبيره. في هذه الحاله يجب ان تتدخل الدوله، ده من وجهه نظري، وتقضي على هذا الفكر الايديولوجي، وتقضي على هذا التطرف الفكري. فمصر ليس بها سجناء للرأي، وانما مصر بها سجناء ان كان هناك سجين فهو للمؤامرات، وان كان هناك سجين فهو لفرض الاراء بالقوه على الشعب. زي ما قلت، القوه ليست القوه بقوه العضلات او القوه بالسلاح، لا، القوه قد تكون قوه معنويه زي ما قلت، اللي هو الطريق السلبي، استغلال الحاجه واستغلال الضعف الثقافي لدى المواطن، افرض عليه الاراء بتاعتي. فده السيد احمد طنطاوي، يا ريت قبل ما تطلع وتقف تخبط وتتكلم نستاذنك بس تبقى تتكلم كلام انا اقتنع بيه شخصيا. ان كنت انا بتكلم الكلام ده وفي ناس كتير ممكن تنتقدني او ناس تتكلم، انا والله ده اللي انا شايفه، وانا راجل شاركت في ثورتين عظيمتين، والكلام اللي بقوله دون انا ما بقولوش من عندي، لا، ده ناس كتير في منطقتي تعرفه، ناس كتير خارج منطقتي تعرفه، ميدان التحرير لو ينطق يعرفه. انا راجل زي ما قلت ابن 25 يناير وثوره 25 يناير، انا راجل شاركت في 30 يونيو ضد نظام الجماعه الفاشيه. ولما اكون بقول شاركت، انا شاركت قولا وفعلا، شاركت بكل ما املك ضد فساد نظام مبارك وضد نظام الجماعه الفاشيه. ولما يطلع الاستاذ احمد طنطاوي زي ما قلت له قبل كده، يا ريت حضرتك تكلمنا عن فيما قبل ترشحك لمجلس النواب اساسا، قبل مش هنتكلم على رئاسه الجمهوريه، ايه هو كان دورك، ايه وجه مشاركتك في الثورات اللي انت بتتكلم عليها ده، ايه وجه معاناتك مع الشعب المصري، ايه خرجت في انهي وقت خرجت في توقيت؟ احنا خرجنا في وقت كان اوج الاشتعال، ولا نعلم ماذا كان سيحدث لنا في هذه الثوره. هي طبعا مقصود يناير، والله لم اكن اعرف ماذا سيحدث، وانما خرجت لاتكلم كلمه. يا ريت انت حضرتك تقول لنا كل حاجه عنك نعرفها، ومن دايما ما نتهمش، موجه لك رساله، ما تتهمش مصر كبيره ودوله عظيمه، ومصر صدقني اللي قاعد على الكرسي غير اللي قاعد بره. انت ترى من وجهه نظرك لانك بعيد عن البساط الاخضر. لاعب الكره عندما لاعب الكره يلعب في الملعب، وان كان لاعب الكره هو المدير الفني، وهو لماذا احتاجنا الى مدير فني حتى يدير مباراه كره القدم؟ لان المدير الفني الذي يجلس في الخارج هو يعلم ويرى اللاعب ويرى الفرقه بتاعته كامله مكمله، ثغراتها، عيوبها، الكلام ده كله، هيعمل ايه مش هيعمل ايه، الكلام ده كله. فانت تجلس خارجيا يا سيد احمد، انت لم تنزل الى ارض الملعب، ولم تجلس على كرسي لترى مصر فعلا. مصر كبيره جدا، والله يكون في عون اي واحد مسؤول فيها، وبالذات القيادات الكبيره التي من وجهه نظري هي بدات حرب على الفساد. يا سيد احمد، مصر بدات فعلا حرب على الفساد، يا ريتك تنضم لحربنا على الفساد ضد كل فاسد ايا كان موقعه زي ما قلت، وايا كان مكانه، وايا كان مين هو وابن مين هو كمان. احنا مش هنسكت الا لما ان شاء الله على قد ما نقدر هنقضي على الفساد. فانت خارج الدائره ولا تعلم عن مصر الكثير، ولكن صدقني ان جلست لتفكر عن اداره الدوله المصريه، فهي اداره صعبه للغايه. لا تردد ما يقوله الافاعي، اولاد الافاعي الخارجيين والداخليين، هم الذين يحاولون اسقاط هذه الدوله. لا قدر الله، باذن الله لن تسقط هذه الدوله، وستسير بخطى واضحه وثابته باذن الله الى الامام، وفي تقدم وفي ازدهار باذن الله، حتى نكون باذن الله رب العالمين نناهض جميع الدول الكبرى، وكل ده ان شاء الله على المدى الطويل بالصبر والمثابره باذن الله رب العالمين. فيا جماعه يا ريت بس بعد اذن حضراتكم، الانتخابات الجايه يجب ان مقارنه. احنا بنمر بظروف اقتصاديه فعلا، هي ظروف اقتصاديه صعبه، ولكن هذه الظروف الاقتصاديه الصعبه قد يمر بها العالم، قد تكون عندنا، انا بقولها هي زياده شويه عندنا، انا معاكم،
هناك هيبقى في حساب عسير، وانا بطلبها من السيد الرئيس الجمهوريه ان شاء الله يكون حاططها في برنامجه الانتخابي، ان يكون في حساب عسير لكل فاسد ولكل لص سرق مقدرات هذا الشعب، ويتم تحرير ويتم تشكيل لجنه لمكافحه الفساد فعلا. هذه اللجنه لاسترداد فلوس الشعب من لصوص الشعب الداخليين والخارجيين. وجهه نظري ان لصوص الداخليين هم اكثر واكثر خطوره على مصر اكثر من الخارجيين. فده ان شاء الله رب العالمين بنناشد فيه السيد رئيس الجمهوريه. وفعلا احنا سمعنا في الفترات السابقه عن محاسبه كثير من اللصوص، وان شاء الله باذن الله رب العالمين نكون متقدمين الى الامام، وباذن الله مصر باذن الله دايما في خير يا رب. وانتقل بحضراتكم لموضوع اخر. احنا اتكلمنا قبل كده عن وزاره الداخليه وما بها من بعض القصور الامني في بعض المناطق في جمهوريه مصر العربيه، وعلى راسها زي ما قلت قبل كده مركز شرطه الخنكه. وزي ما هم تجار المخدرات موجودين، بيتكلم رئيس مباحث وحده البحث الجنائي بمركز شرطه الخنكه، زي ما هم تجار السلاح، زي ما هم تجار المخدرات، وبنناشد السيد طبعا قبل كل شيء بنناشد السيد مدير امن القليوبيه، سيادتك لحد دلوقتي لم يتم اتخاذ اي اجراءات قاطعه حاسمه من رئيس وحده البحث الجنائي بمدينه الخنكه ضد تجار المخدرات وضد تجار السلاح. وبرضه زي ما هو قافل مكتبه، زي ما هو الراجل ده قاعد، احنا مش عارفين، ما فيش اي اجراء تم اتخاذه ضد هذا الرجل الذي يطلق عليه رئيس وحده البحث الجنائي. انا عايز اعرف هو مين في البلد اساسا عشان ما حدش يتم اتخاذ اي اجراء ضده، او ان هو على الاقل يجي له تليفون من احد رؤسائه يشوف شغله بما يرضي الله، يفتح مكتبه. المركز اذا كان كبير عليه يسيبه، رئيس وحده البحث الجنائي بمركز الخنكه المركز كبير عليه يسيبه، يجي غيره، ما مش مشكله، مش عيب. مبارك ماشي، واي راجل مسؤول كان مش قد شغله ماشي، ايه المشكله يعني؟ مين هو اساسا؟ المفروض يبقى في شغل اكتر من كده في مركز الخنكه. لازم يكون عنده حته الحاسه الامنيه بتاعت منع الجريمه، يسعى دائما هذا الرجل الى منع الجريمه، لا يسعى الى ان يترك الجريمه ثم بعد ذلك ينزل يبقى يلم بقى في الناس ونستعرض عضلاتنا. فانا بناشد السيد القيادات الامنيه الشريفه اللي عارف هم اغلبيه، بناشد السيد مدير امن القليوبيه السيد نبيل سليم ان ينظر الى هذا المركز نظره حاسمه وقاطعه وحازمه. مركز شرطه الخنكه وعلى راسه رئيس وحده البحث الجنائي في هذا القصور وهذه التقصير الوظيفي، التقصير الوظيفي الامني، وهو اخطر حاجه في مصر كلها ان يكون في تاثير امني. احنا قلنا قبل كده ان الامن والامان هم رقم واحد لبناء الدوله المصريه. فبناشد السيد مدير امن القليوبيه، بناشد السيد محمود توفيق وزير الداخليه، وزي ما قلت وبقول دايما ان شاء الله رب العالمين انا ادعو الله ان استضيف احد المسؤولين الكبار في وزاره الداخليه للاستفسار والاجابه على بعض الاسئله. انا الكلام ده ما بقولوش من عندي، عن رجل الشارع والمواطنين في هذا المضمار وهذا الخصوص. ليس مركز شرطه الخنكه وحده، وانما في اي قسم او اي مركز شرطه في انحاء الجمهوريه. انتقل الى جزئيه ثانيه، معلش انا قد يكون طولت عليكم. انتقل لجزئيه ثانيه، هي جزئيه الوحده المحليه لمركز ومدينه الخنكه. عندنا الوحده المحليه اللي موجوده عندنا، السيد رئيس مدينه الخنكه هو يجلس في مكانه لا يتحرك البته، الراجل ده ما بينزلش حتى الشارع يبص فيه. احنا بنقول له يعني حضرتك، يعني انا في غايه الغرابه كل مره بناشد وبقول وبتكلم، انتم تجلسون على كراسي في المسؤوليه في الدوله. يا جماعه احنا لازم نساعد الدوله ونساعد رئيس الدوله، لان اللي بتعملوه ده ضد مصلحه رئيس الدوله، سواء مدير امن، سواء وزير، سواء وزير داخليه، سواء وزير تنميه محليه، سواء رئيس مدينه، سواء انتوا ضد الدوله وضد رئيس الدوله. رئيس الدوله ماشي في طريق وانتوا ماشيين في طريق ثاني. كل اللي انتوا بتعملوه ده كله غلط.
في غلط، خلي بالكم، ولازم يبقى في حساب. احنا عمالين نهاتي وعمالين نناشد وعمالين نتكلم ومحدش الدوله بتعمل حاجه ثانيه وانتم بتعملوا حاجه ثانيه. الرئيس بيقوم الساعه 6، بيقوم الساعه 5 الصبح، وانتم بتقوموا من النوم الساعه 12 الظهر. اقسم بالله كلكم بتقوموا 12 الظهر من النوم، ها، وكل واحد فيكم ياخد شقلب مرتب قد كده. ايه الحكايه السوداء دي؟ انتوا مش مع الدوله اساسا، ولا مع النهوض بالدوله، ولا انتوا اساسا كمان. انتوا تقريبا، انا مش عارف، مش عايز اقول كلمه عشان عيب، انا مش عايز اقول وطنيين. ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ لا يا سيد الرئيس، انا بناشد السيد رئيس الجمهوريه ومناشد كل الساده المسؤولين، الناس دي لازم يبقى لها وقفه، الناس دي يبقى فيه، احنا لازم ننشط الاجهزه الرقابيه يا ريس. احنا برنامجك الانتخابي بعد كده في تنشيط للاجهزه الرقابيه، في تنشيط في تنشيط لكل لجهاز مكافحه الفساد. انت حضرتك عارفين ان الجهاز ده مش شغال ليه؟ وكنت حضرتك بنكلم السيد رئيس الجمهوريه، احنا عشان ان شاء الله هنقف مع حضرتك، احنا لازم يبقى في تنشيط للاجهزه الرقابيه عشان تساعد الدوله وتساعدك. الناس دي كلها عماله تخبط وبتسيء الى المواطن وتسيء الى الشعب وتسيء الى الوظيفه بتاعتها، وبالتالي الناس ما بتتكلمش عليهم، الناس بتتكلم على رئاسه الجمهوريه وعلى رئيس الجمهوريه. فده كل الكلام ده مش هينفع، الناس دي لازم يبقى في شغل. زي ما قلنا قبل كده مصنع السماد، قلنا مصنع النفايات، قلنا منطقه العكرشه، المناطق دي كلها اللي موجوده في مركز الخنكه كلها نفايات وكلها حاجات ودخانه وكلها اذيه للناس، وكلها بتسبب امراض في غايه الخطوره على المواطنين، ومحدش بيتكلم خالص، وشكاوي كتير راحت وشكاوي كتير اتعملت، وكل قاعد عامل ودن من طين وودن من عجين. وللاسف الشديد محدش بيتكلم، حتى الساده النواب كمان زي ما قلت قبل كده محدش بيتكلم خالص ولا بيفتح بقه، وزي ما قلت دون ضد اراده الدوله وضد اراده الرئيس. يا جماعه الرئيس بريء من هؤلاء، اي حد بيمر في الدوله صدقوني انا زي ما بكلمكم كده، الرئيس بريء من هؤلاء ولهم حساب عسير، وانا بتكلم اهو بكل راحتي وبتكلم بكل حريه، لان فعلا ان شاء الله هيكون لهم حساب عسير ايا كان موقعه وايا كان مركزه هو مين في الدوله. فباذن الله رب العالمين كلنا باذن الله هنكون راجل واحد وايد واحده عشان نطلع ببلدنا مصر الى الامام يا رب باذن الله. وانا طبعا طولت، انا عارف، انا اسف والله، في كلام كتير والكلام بيجيب بعضه. انا على فكره انا لا بعد معلومه، بس انا لا بعمل اعداد ولا بتكلم، انا بقعد اللي بيجي اللي بيخطر في بالي، الحاجه اللي بتيجي في دماغي، اي حاجه، لان انا زيكم وبتكلم بكل قاعد معاكم، ولا بتكلم بطريقه الكلام، بتكلم بطبيعتي خالص. فيا جماعه صدقوني انا زيكم، انا في كل ما في الامر ان انا عايشين في مرحله، انا والعياذ بالله لسه بقولها من امبارح ومن دلوقتي وفي اي وقت، ايه الفساد الكتير ده؟ البلد مليانه فساد محتاجه كل راجل محترم بيحبها. انا متهيألي دلوقتي الناس ما بتعدش تحب تتكلم عن الحاجه الصح، احنا بنتكلم في الصح الناس بتزعل منه، ما ينفعش الكلام ده. عايزين كل راجل محترم، كل راجل شريف، كل راجل بيحب البلد دي ان شاء الله يحط ايده في ايدينا ويحط ايده في ايد قياده الدوله، وكلنا نقف راجل نتحمل. انا نفسي بتحمل هو والله ان ربنا ان شاء الله ياخد بايدينا ويطلع ببلدنا ده للامام، مش لينا احنا كمان، لاجيالنا اللي جايه. ويا رب باذن الله وفق مصر، وفق قياده مصر، وفق رئيس مصر يا رب، وفق الشعب المصري ان شاء الله، وربنا يجعل الكيد في نحور كل من يكره هذه الدوله، كل من يكره هذا الشعب، سواء كان من الداخل او سواء كان من الخارج. اسف على الاطاله للمره المليون، واسف ان انا بتكلم بسرعه، واسف ان كنت اخطات في اي حاجه، اعذروني، انا والله ما مرتب حاجه، انا بتكلم زي ما قلت اللي بيجي على بالي، واللي بيجي اللي انا بعاني منه واللي انا حاسس بيه. بشكركم جميعا، ويا رب كده دايما اكون عند حسن ظنكم، اقول لكم تصبحوا على كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.